Gato, gato, você não bebe café. Vaza. Nhui. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Mira e você tá assistindo Pato Bonito. في حلقة النهاردة هنتكلم على حرف جر مهم جدا في اللغة Gato. Tanto confio para ele não tirar lá do. Que isso? في حلقة النهاردة هنتكلم على حرف الجر ان. بشكل بسيط خالص معنى ان في اللغة البرتغالية او معناه الاساسي هو في، يعني بداخل، لو عايزين نقول بداخل شيء، زي مثلا في البيت en casa، في اللغة البرتغالية en português، في اللغة العربية en عربي. مثل تاني برضو لو بنتكلم على السنة، في سنة 1997 مثلا em 1997، في سنة معينة، مثلا في سنة 2007 em 2007. فبشكل بسيط خالص en معناها في أو بداخل شيء. طيب الموضوع ده سهل جدا، تعالوا بقى نعلي المستوى شوية. بس قبل ما نعلي مستوانا شوية تعالوا نفتكر حاجة مهمة جدا في اللغة البرتغالية، وهي قد تكون يعني الموضوع ملهوش علاقة بحرف الجر ان، بس هقول لكم هو ازاي ليه علاقة. تعالوا نتكلم دلوقتي على أدوات التعريف في اللغة البرتغالية، وهقول لكم دلوقتي حالا ايه علاقة ده بحرف الجر ان. أدوات التعريف في اللغة البرتغالية 4. أول حاجة او، ا، اوس، اس. أدوات التعريف دي اللي هي زي عندنا بالعربي ال، وبرضو في اللغة الإنجليزية ذا. او بتستخدم لتعريف الكلمات المفردة والمذكرة، زي مثلا او trabalho العمل، او trabalho، لأن كلمة trabalho مذكرة وكمان مفرد فبنقول او لما نيجي نعرفها. او homem الرجل، علشان برضو كلمة homem كلمة مذكرة وكلمة مفردة فبنقول او homem. طيب أداة التعريف ا بتستخدم لتعريف الكلمات المؤنثة المفردة، يعني مثلا كلمة كازا، كلمة كازا مفردة ومؤنثة فبنقول ا كازا لما نيجي نبقى عايزين نعرف الكلمة. البيت، مش بس بيت، البيت. طيب اوس او اللي هي او اسي لتعريف الكلمات الجمع المذكر، يعني مثلا os trabalhos أو os trabalhos الأعمال، فعشان كده قلت os trabalhos. طيب تعالوا بقى نقول نفس الكلمة اللي قلناها من شوية في المذكر المفرد، قلنا كلمة homem، o homem الرجل. طب لو عايزة أقول الرجال هقول os homens، os homens، os homens. وآخر أداة تعريف عندنا هي الأس، أس لجمع الكلمات المؤنثة، يعني مثلا زي ما قلنا من شوية قلنا كازا، كازا دي كلمة مؤنثة فلو عايزين نجمعها هنقول كازاس. طيب عايزة بقى أحط لها أداة تعريف هقول أس كازاس، أس كازاس البيوت. طيب ايه بقى علاقة ادوات التعريف بحرف الجر اللي انا لسه قايله لكم من شويه عليه، اللي هو انا المفروض اصلا بشرحه حرف الجر ان؟ انا هقول لكم ايه علاقه ده بحرف الجر ان. في اللغه البرتغاليه عندنا حاجه مش موجوده عندنا في العربي ولا موجوده في الانجليزي. الحاجه دي اسمها الدمج. يعني ايه الدمج؟ يعني بجيب حاجه وحاجه تانية وادمجهم مع بعض يطلعوا حاجه تالتة خالص. طيب انا هدمج ايه؟ الدمج بيحصل بين حروف الجر والأدوات. في الحالة دي اللي أنا بتكلم عليها هنتكلم على حرف الجر إن، وأنهي أدوات؟ أدوات التعريف. هو في أدوات تانية أصلا؟ في أدوات التنكير. إحنا هناخد النهاردة الدمج بين حرف الجر إن وأدوات التعريف اللي إحنا لسه قايلينها من شوية. أنا محتاجة أدمج علشان أعمل جملة صح. يعني مثلا هقول لكم جملة وهقول لكم ازاي لازم ندمج فيها حرف الجر ان وادوات التعريف اللي في الجملة. انا مثلا عايزة اقول كلمة في المدرسة، في المدرسة، اوكي. في المدرسة
هي كلمتين بس، في والمدرسة. مدرسة اسكولا. طيب المدرسة اسكولا. طيب علشان أقول في المدرسة، هل أقول em a escola؟ في البرتغالي بيقولك غلط، ما ينفعش أعمل كده. لازم 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 يحصل دمج بين حرف الجر em وأداة التعريف a. فبدل ما أقول em a escola هقول na escola. ولازم، لأن أنا لو ما عملتش الدمج ده يبقى غلط 100%. طيب هقول لكم بقى ازاي ندمج بين حرف الجر ان وجميع ادوات التعريف اللي احنا خدناها. احنا خدنا او وأ وأوس وأس. ان زائد او هنقول نو. ان زائد أ هنقول نا. ان زائد أوس هنقول نوس. ان زائد اس هنقول ناس. وهديكوا دلوقتي امثله. عايزه اقول في العمل، في ان العمل او trabalho. فهل هقول ان او trabalho ولا هقول نو trabalho؟ هنقول طبعا نو trabalho. طيب انا هديكوا واحده دلوقتي وانتوا هتقولوها لي. عايزة أقول في الشارع. كلمة شارع يعني هو، وكلمة هو كلمة مؤنثة هو. طيب إزاي هقول في الشارع؟ أوكي، مش هقول إن هو، هقول نا هو. أوكي، دايما نفتكر الدمج. طيب عايزة أقول مثلا في المدارس. من شوية لسه واخدين ان كلمة مدرسة يعني اسكولا، وجمع مدرسة اسكولاس. طيب عايزة اقول في المدارس هقول ناس اسكولاس، ناس اسكولاس. طيب مثلا عايزة اقول في الطبق اللي هو اللي بناكل فيه واسمه براتو، فعايزة اقول في الطبق هقول نو براتو. طيب لو عايزة اقول في الاطباق هقول نوس براتوس، نوش براتوش. في حاجة أخيرة حابة أقولها لكم، إن في اللغة البرتغالية إن بيدي بالعربي برضو معنى على، أو حرف الجر على. يعني مثلا عايزة أقول على الترابيزة، أوكي، هقول برضو أو هستخدم حرف الجر إن. أوكي، ترابيزة يعني ميزة. لو عايزة أقول على الترابيزة وبقول الترابيزة، فكلمة الترابيزة أو الطاولة معرفة. أوكي، فهقولها إزاي؟ نا ميزة، نا ميزة. برضو ممكن أستخدم حرف الجر إن عشان أقول على الحائط. أوكي، أو على الحيطة هقول نا باريجي. باريجي يعني حائط، وكلمة باريجي كلمة مؤنثة، فبقول نا باريجي على الحائط. الحائط معرفة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. يا رب يا رب يا رب تكونوا استفدتوا. قولي لو عجبتكم الحلقة سيبوا لايك برضو، ولو مش عاملين سبسكرايب اعملوا سبسكرايب، وقولوا لي لو عندكم اي افكار للحلقات اللي جايه. ان شاء الله هكون معاكم كل اسبوع. لسه ما فكرتش في اليوم اللي انا هنزل فيه، بس ان شاء الله كل اسبوع هنزل لكم فيديو. واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. بيجو تشاو.